عن علي عليه السلام قال: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم. وكيف يظلم نفسه؟ بإعطائه قيادها وزمامها، فيقع حينئذ في المظالم، يقع في ظلم أهله بالتقصير في حقهم، بالاعتداء عليهم. لماذا؟ لذلك قلنا أن مديات الظلم واسعة وكثيرة. يظلم يمكن زوجته، يظلم والديه إذا لم يكن بارا بهما كما يجب عليه أن يبر بهما، يظلم زوجته، يظلم أولاده بعدم تربيتهم تربية صحيحة مثلا، أو بعدم توفير حقوقهم. عند شاب مؤهل للزواج ومحتاج للزواج وماكو مانع من أن يتزوج، لماذا يؤخر زواجه؟ عند بنت مؤهلة للزواج ويأتي خاطب جامع للمواصفات الزوج الصالح فلا يزوجها له، لماذا؟ لاعتبارات هو يعتقدها. هذا ظلم. زوجته تخرج مثلا من البيت بإذنه، بدون إذنه، قد يكون تخرج بإذنه، لكن تتحدث مع هذا الأجنبي وتلاطف ذلك صاحب المحل الذي تشتري منه، وتتحدث أزيد مما ينبغي مع الذي مثلا تتعامل معه. هذا ظلم. هل من حق الزوج أن تحفظ شرفه؟ هذا تجاوز على حق الزوج. وإذا خرجت من البيت بغير إذنه لأي هدف كان، حتى لو تعتقد أنه أمر مشروع، تخرج يمكن لمجلس حسيني أو تخرج يمكن لأي شيء آخر، إذا لم يكن بإذن الزوج، حق الله تعالى مقدم على كل حق، والله تعالى أمرها أن لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، فهذا ظلم. وهكذا إذن تلاحظ مديات الظلم. ظلم يمكن للجيران، يمكن ظلم للمؤمنين، حق المؤمن على المؤمن جد كثير. فإذن إذا قصر في حقوق إخوانه المؤمنين هذا ظلم. فلذلك قلنا أن مديات الظلم واسعة لا ينجو منها إلا من عصم الله تعالى. وإذا انتقلت إلى أمثلة أخرى، إلى عملك، إلى وظيفتك، أنت في وظيفة مؤتمن عليها من قبل هؤلاء الناس، إذا قصرت في هذه الوظيفة أنت ظالم له. أنت مدرس في المدرسة، عليك أن تبذل وسعك في تعليم هؤلاء الطلبة وتعريفهم بالدروس المطلوبة منهم، فإذا قصرت لكي يحضروا عندك دروس خصوصية هذا ظلم. أنت الطبيب في المستشفى، إذا قصرت في معالجة المرضى وتعالجهم وتنظر في حالاتهم من وراء خشمك كما يقال، وتمشيها حتى بدون فحص من أجل أن يراجعوا العيادات الخاصة، هذا ظلم. البرلماني السياسي في الحكومة في البرلمان أجلسه الشعب في هذا المكان حتى يقوم على خدمته، حتى يسن القوانين التي فيها مصلحة للشعب وفيها ازدهار البلاد، فإذا قصر في ذلك ولم يؤدي هذه الأمانة كما يجب إذن هو ظالم. لاحظوا إيش قد مدى الظلم. ربما لما نقرأ تلك الآيات والروايات التي مرت بنا نظن أنها بعيدة عنا لا نختلف لها، لكن لما نلتفت إلى هذه المديات الواسعة للظلم حينئذ ندرك أنه لا أحد بمنأى ولا أحد بمنجى من هذه الأحاديث التي وردت إلا من عصم الله تبارك وتعالى. والأمثلة تطول وتصبح دقيقة إلى أمور بسيطة قد لا نلتفت إليها. يعني في بعض الروايات هاي لما يأتيك افترض اثنان، ها مباراة كرة قدم، خلنا نفترض مباراة كرة قدم الآن بالفرق الشعبية، هم نقول بالفرق الدولية، وحضرتك محكم لمباراة كرة القدم، عليك أن تعطي لكل واحد حقه وفق القانون المعمول به. إذا هذا مثلا سجل هدف والهدف صحيح وأنت لا تحتسبه هذا ظلم أو يستحق إلا هذا المستوى. أو يأتيك اثنان كما في الرواية، يأتيك اثنان هذا راسم شيء وهذا راسم شيء، ونقول لك والله شوف إن ياهو الرسم أحسن، يجب أن تكون منصفا. إذا رأيت هذا أحسن تقول هذا أحسن، لا تجامل. يمكن هذا ابنك وذاك غريب، وهذا محسوب عليك وهذا غير محسوب عليك، وتجامل، هذا ظلم. لأن الظلم هو عدم أداء الحق،
وهذا حقه أن تقول له رسمك أفضل. لماذا لم تقل له ذلك؟ هذا ظلم. الروايات تشهد بذلك. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم. كتبوا خطوطا، هذول الصبيان اللي عند الكتاتيب، كل من كتب بخطه شيئا وجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليخير بينه أيهما أفضل، أيهما خير، خطه خير من خط صاحبه. فقال عليه السلام محذرا لمن يريد أن يحكم في المجلس: أما إنها حكومة، قد تأخذون الأمور ببساطة وتقولون وش صار. لا، هذه حكومة، أنت تتصدى الآن للحكم بأن هذا الخط أفضل من هذا الخط، فالتفت واحذر، هذه حكومة. أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، لا فرق، يعني بالنتيجة حكم. فإذا حكمت بغير الحق جاملت، داهنت، قصرت، إذا تكون جائرا وظالما.